إنها مدينة السادس من أكتوبر إحدى أكثر المدن الجديدة في القاهرة الكبرى جذبا للسكان، لكن الحال تغير بعد الثورة المصرية، فسوق العقارات لم يعد كما كان هنا، واتخاذ قرار بشراء شقة أصبح أمرا صعبا، بل ثمة شركات ربما لم تبع وحدة سكنية منذ أكثر من 7 أشهر، وإن كان ذلك لا يمكن تعميمه. طبعا هناك ركود لأسباب عديدة، منها عدم استقرار الحالة الاقتصادية والسياسية في مصر في الوقت الحالي، وأيضا الغموض اللي بيسيطر على الفترة المقبلة. هو إعلان وزارة الإسكان عقب ثورة 25 يناير بأنها ستطرح بعض الوحدات السكنية كل عام وبعض القطع الأراضي للشباب. ده خلى الناس برضو تأخر طلب الشراء. ورغم هذا الركود فإن سعر المتر الواحد ظل كما هو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يتراوح بين 1500 جنيه و3000 لأي وحدة سكنية، غير أن بعض شركات الاستثمار العقاري قدمت تسهيلات للمستهلكين لشراء الوحدات السكنية، مثل مد فترة التقسيط وتخفيض مقدار دفعة التعاقد الأولى، وهذا أيضا لم يجد نفعا في كثير من الأحيان. تشهد مدينة السادس من أكتوبر حالة من الركود في عملية بيع وشراء العقارات، وعلى سبيل المثال فإن هذه البناية توقف بناؤها بعدما كان مقررا لها أن ترى النور في بداية عام 2011، وذلك لضعف عملية البيع. لكن هل تعاني كافة المناطق في مصر من ركود كهذه المدينة؟ نقدر نعمم الركود اللي شاهدناه في مدينة السادس من أكتوبر في حركة مبيعات العقارات على غالبية المدن الجديدة اللي هي وجهة الشباب المقبل على الزواج والسكن. نقدر نستند في التعميم ده لأكتر من حاجة. أولا بميزانيات الشركات العقارية المدرجة في البورصة، ميزانيات الشركات أظهرت تراجع كبير جدا في المبيعات. هو في مبيعات بس مبيعات قليلة جدا، ما تزيدش عن 25% من مبيعات السنة اللي فاتت. وقد انخفض مؤشر تصاريح البناء بمدينة السادس من أكتوبر في الربع الثاني من عام 2011 مقارنة بالربع الأول بمقدار 27%. أما المؤشر العام لتصاريح البناء بالمدن العمرانية الجديدة على مستوى مصر، والصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في نهاية أغسطس آب الماضي، فشهد انخفاضا خلال الربع الثاني من عام 2011 بنسبة 14% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، وهو المنخفض أصلا بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2011. لبرنامج بالدرهم، توفيق أحمد، القاهرة.